يا مساء الفل على حضراتكم. اهلا بيكم في اول بث مباشر. ويلا كلنا نرسم. يلا كلنا نرسم. الغرض من مبادرة يلا كلنا نرسم اني انا بقول لكل الناس احنا نقدر كلنا نرسم. مفيش حاجة اسمها حد ما بيعرفش يرسم. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا عندنا موهبة الرسم. علشان ناس كتير بتسألني وبتقول لي هو لازم اكون انا موهوب علشان اعرف ارسم. انا بقول له احنا نقدر كلنا نرسم. والموضوع ما هوش صعب يا جماعة، لاني احنا ربنا خلقنا كلنا موهوبين. ربنا خلقنا كلنا نقدر نرسم. علشان كده انا سميت المبادرة يلا كلنا نرسم. حد هيقول لي يعني انا اقدر ارسم؟ انا اقدر ارسم. دلوقتي انا معاكم في بث مباشر، واول محاضرة او اول رسم مباشر ليا على بيجي فنان من الرحاب. النهارده انا حاطط اللوحه اللي قدام حضراتكم دي اهي. هنبدا نرسم مع بعض. انا هبدا ارسمها من وحي الخيال. الغرض من ان انا برسم مع حضراتكم، وانا بقول لكم يلا كلنا نرسم. هتقدر حضرتك لو عايز ترسم معايا اتفضل. لو عايز تتفرج عليا وانا برسم، وبعد ما بتخلص او بعد ما بخلص هترسم زي ما برسم. النهارده انا هبدا ارسم اللوحه باللون الاسود كلها، وهحددها ونعمل اوتلاين مع بعض، وبعد كده هنبتدي نلون في اللوحه. دي الخامه اللي انا بشتغل بيها، دي خامه اسمها اكليريك. وادي الباليتا اللي قدام حضراتكم اهي. هنبتدي نعمل نحط اللون. هنبتدي مع بعض كده. في البداية هنشتغل زي ما قلت لحضراتكم ابيض واسود. هشتغل بلون بمية لون اهو، حضراتكم شايفين اهو. طبعا انا عارف ان مش ناس كتير النهارده معايا، علشان ده اول بث والناس ما تعرفش. فبعد كده ان شاء الله هيكون زي ما قلت لحضراتكم انا هشتغل من وحي الخيال. انا لسه مش عارف هعمل ايه. ممكن هبتدي كده مثلا هعمل هنا زي جزيره اهي كويس في نص اللوحه. انا ابتديت اهو. ده ميه لون خفيف جدا 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 اهو. خلونا كده نشغل مزيكا مع بعض علشان دقيقة واحدة كده اهو. نشغل عمر خيرت. طبعا اكيد كلنا بنحب عمر خيرت. حضراتكم كلكم طبعا فنانين والكل بيحب عمر خيرت. يلا نشغله كده ونسمع مع بعض عمر خيرت. ماشي زي ما قلت لكم ده ميه لون اهو اهو. وهنا ابتديت الجزيره. انا عارف طبعا ان ممكن يشوفني معايا فنانين عظماء وفنانين كبار. برضو انا هرجع اقول احنا نقدر كلنا نرسم. بعد كده هنا ممكن نحط شجره مثلا اهي زي ما شايفين حضراتكم. انا بعمل اوت لاين بس كويس. وممكن نحط هنا شجره تاني اهي. انا بشرح وانا بشتغل. انا مستعد. انا عايز بس حضراتكم اللي موجود يعمل لي لايك او يكتب تعليق. انا مستعد وانا شغال كده برد على كل استفساراتكم. ممكن مثلا نعمل هنا احنا جزيره، ممكن ناخد هنا بيت او مجموعه بيوت. احنا عملنا هنا شجر اهو زي ما حضراتكم شايفين. اللوحه انا شغال من وحي الخيال.
كويس. هنا ممكن عمارة مثلا أو برج أو حاجة كبيرة على الجزيرة. كويس. هنا برضو هنعمل برج أهو. هنا ممكن ناخد شخص أهو. كل ده زي ما حضراتكم شايفين أنا بعمل أوت لاين وشغال بفرشة زي ما حضراتكم شايفين، فرشة عريضة وبمية لون، يعني أنا لون خفيف جدا اهو. حلو كده اهو. وهنا هناخد لون، وهنا ممكن ناخد شجرة تانية مفيهاش حاجة برضو اهو. احنا كده ابتدى الاوت لاين يظهر قدامنا. ادي المكان اهو. اوكي. وهنا دي بيوت ممكن ناخد دي كده اهو. ماشي كده. وبعد كده برضه شغالين بالاوت لاين. ممكن هنا ناخد هنا دي الخيال او الظل بتاع الشجره، وهنا ظل الشجره، وهنا برضه ظل الاجزاء اللي فوق دي اهي. اوكي. وهنا ده الظل. احنا شغالين وهنا اهو ده ظل المكان الكبير، وهنا اهو ده الظل. هنا ظل الاشخاص. وهنا ظل الشجره. كل ده زي ما حضراتكم شايفين. انا عايز اقول لكم حاجه، انا اشتغلت على لوحه خشب MDF بدون اي تجهيز، ما جهزتهاش. يعني احنا ممكن، انا بشتغل بكذا طريقه، ممكن اشتغل على قنفص او قنفص طبعا مجهز والارضيه بتبقى بيضه، وممكن بشتغل على MDF. بشتغل باي طريقه. كل يعني كل حاجه تنفع. يعني في ناس، يعني انا احيانا بشوف ناس عامله لوحه وفي منتهى الجمال على كرتون مثلا، او على ورق، او على قنفص، او على MDF، او على الحيطه، ايا كان، فهو بينفع طبعا زي ما قلت لحضرتك. وهنا اهو ده كده. اما اللوحه هنا ابتدت تظهر معايا زي ما حضراتكم شايفين. انا ممكن هنا نعمل ده بحر مثلا، ادي الموج بتاعه. برضو انا شغال بالابيض والاسود. هنشوف كده. عايز احكي لكم حكايه. كنت انا في معرض هوم ان الفتره اللي فاتت، وبعدين انا كنت شغال في اوت لاين بالطريقه دي، وكنت بجهز اللوحه. وبعدين وانا بجهز اللوحه عدت عليا يعني عميله من العملاء وقالت لي الله ده لوحه جميله جدا، وهي اعجبت بيها بالابيض والاسود. في الحقيقه انا كنت سعيد قوي. خليني كده بصوا، دي بخاخ اهو، وبخف بحط طبعا بزود ميه لان الالوان الاكليريك بتخف بالميه. اكيد طبعا كل حضراتكم عارفين، الناس اللي مش عارفه تقدر تشتغل. طيب حد هيقول لي فانا بعد كده العميله عدت وشافت اللوحه باللون الابيض والاسود. عايز اقول لحضراتكم ان هي عجبتها جدا واشتريتها قبل ما اكمل اللوحه. المفروض ان انا كنت هلون اللوحه، هي قالت لي لا انا عايزاها كده وعجبتها. طبعا ده زي ما قلت لحضراتكم ده ظل او شادو الشجر اهو. ماشي. وده اهو الظل. زي ما حضراتكم شايفين انا بخف اللون بميه. من فضلكم لو حضراتكم موجودين سامعين الصوت كويس قولوا لي، لو الصوت مش كويس قولوا لي، الصوره فيها حاجه بلغوني علشان اقدر لو في حاجه اقدر اعدلها. ده زي ما حضراتكم شايفين كده، ده انا كده بعمل البحر. برضو انا شغال بميه لون وابيض واسود. عايز اقول لكم اني لما بشتغل بميه لون كده بيدي تأثير جميل جدا في النهاية، وبيبقى حاجة اللوحة إن شاء الله تطلع حلوة أوي. زي ما قلت لحضراتكم اللوحة دي أنا مش يعني دايما حضراتكم بتشوفوا
الفنانين بتطلع تشتغل من صوره وتنقل الصوره. انا النهارده طالع بتكنيك او باسلوب مختلف. انا مش ببص لصوره وبشتغل من خيالي. يعني ممكن يكون اللوحه متخزنه في عقلي وانا بشتغلها من عقلي، وممكن اكون عرفتها قبل كده او شفت اللوحه. المهم ان انا بشتغل قدام حضراتكم من وحي خيالي. وده كده اهو، ده برضو مديني تاثير زي ما حضراتكم شايفين، تاثير بحر. انا سايب الواتساب، لو في حد من حضراتكم عايز يسالني في اي سؤال يتفضل. انا مع حضراتكم. وطبعا بالنسبه للناس اللي عايزه كورسات سواء برايفت او في وسط مجاميع، اتفضل تراسلني. وممكن كمان اونلاين، وممكن زي ما حضراتكم شايفين في بث مباشر تجيبوا الادوات بتاعتكم وتشتغلوا معايا ونرسم مع بعض. وممكن اي حد يرسم لوحه وعايز يوريها لي يبعتها لي على الخاص ونشتغل مع بعض. وممكن كمان طريقه تانيه، حضراتكم ممكن ترسموا، تعملوا فيديو وحضراتكم بترسموا واشوف خطواتكم، وممكن نساعد بعض. الموضوع يا جماعه ما هوش صعب، الموضوع سهل. زي ما حضراتكم شايفين اهو، ابتدت اللوحه تظهر معايا، وابتدى تاثير البحر. انا سايب نفسي تماما زي ما حضراتكم شايفين. تاثير الموج اهو، يمكن باجي على حتت اهو. وبعد كده هنشتغل على السماء. السماء ممكن علشان ممكن نعمل ايه، نفتح شويه. انا حطيت ابيض زي ما حضراتكم شايفين. احنا هنشتغل كده ابيض واسود اهو. يعني خليت السماء بلون رمادي، وبرده بميه اللون اهو هشتغل بيها اهو. ادي السماء اهو. انا زي ما قلت لحضراتكم، انا ما جهزتش اللوحه وما عملتش فيها حاجه، انا شغال على الMDF، وهنشوف في الاخر هتطلع ان شاء الله حاجه هتعجبكم جدا. طبعا يعني الناس اللي تقول لي احنا بنفضل نشتغل على القنفس، القنفس طبعا افضل وبيريح. زي ما حضراتكم شايفين انا بحط اللون الMDF بيشربه. لو اللوحه كانت متجهزه اعتقد كان الموضوع كان افضل. اللون لما بيكون مجهز ما بحطش اللون، بيشربوا بالشكل ده كده اهو. دي زي ما قلنا دي السماء. انا قصدت افتحها علشان اللوحه تظهر. احيانا وانا شغال في السماء بخليها بنفس اللون، وبخلي اللون يعني ميه اللون اكتر شويه. محتاج بعد اذنكم اراء حضراتكم. لو حد شايف اي حاجه يا ريت يكتب لي ويقول لي شايف ايه. انا شايف ناس ابتدت تتواجد معايا. قولوا لي من فضلكم ايه رايكم في اللوحه اللي انا بعملها، سواء عجبتكم او ما عجبتكمش. بعد اذنكم قولوا لي علشان نشوف نقدر نكمل ولا ما نقدرش نكمل. انا مش شايف تعليقات من حضراتكم ولا اي تفاعل، فمن فضلكم قولوا لي علشان ابقى عارف انا ماشي معاكم فين. وايه رايكم في عمر خيرت؟ في ناس دلوقتي هتقول لي من الفنانين ازاي انت بتطلع في بث مباشر كده وتعمل اللوحه؟ يا جماعه انا بحب ارسم مباشر، بحب الناس كلها تستفيد. انا شايف واجب علينا كلنا، اللي بيعرف حاجه يقول اللي ما بيعرفش.
قلت لكم الموضوع ما هواش مستحيل. زي ما حضراتكم شايفين كده اللوحه اهي ابتدت تظهر. هبتدي بس هنا احدد على الجزيره شويه اهي، بتقل اللون شويه زي ما حضراتكم شايفين اهي. انا شايف اهو التعليقات ابتدت تظهر، فمن فضلكم لو سمحتوا عايز حضراتكم تقولوا لي الصوت كويس ولا وحش. تسلم ايدك يا فنان، شكرا الف الف شكر. انا كده زي ما انتم شايفين بتقل اللون شويه ها. ممكن بقى انا بتقل اللون شويه فاشتغل بفرشه اصغر شويه. دي فرشه ايه مدوره صغيره شويه زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي هنا احدد ادي الشجره برضه هتقل. انا كل ده شغال يا جماعه اوت لاين، ما لسه ما لونتش علشان الناس اللي بتقول ده شغال بابيض واسود، لا انا لسه هلون بس. ده بدل ما اشتغل بالرصاص واعمل اوت لاين اشتغلت بلون زي ما حضراتكم شايفين على طول. هنا دي يعني تأثير اهو. وزي ما قلت لكم برضه انا شغال من وحي الخيال، مش من صورة. وطبعا عايزين قاعدين نسمع مع بعض. عمر خيرت حاجة بصراحة سعيد جدا بحضراتكم. ايه رأي حضراتكم؟ اللوحة ابتدت اعتقد تظهر ولا شايفين ايه؟ طب شكرا، الصوت واضح جدا، اشكركم. انا عارف ان في ناس دلوقتي مش متواجدة، ولكن بعد البث ناس كتير ان شاء الله هتكون متواجدة وتشوفني. دول الاثنين اهم في قلب المكان، يعني ممكن نقول راجل وست او اثنين رجاله او اثنين ستات حسب اهو. اعتقد هم طلعوا راجل وست وماشيين في قلب المكان الجميل اللي احنا بنرسمه. ايه راي حضراتكم؟ اللوحه برضه كده اعتقد ابتدت تظهر اهو. وهنا الشجره الثانيه اهو. ايه رأي حضراتكم؟ حاجة يعني اتمنى اكون اسعدت حضراتكم. معلش هو النهارده انا عارف اول ده الظل بتاع الحاجات او الاماكن البيوت والاشخاص برضو انا شغال اوت لاين زي ما قلت لحضراتكم بالابيض بالاسود. هنشوف دلوقتي الدنيا تبقى عامله ازاي. انا بحب يعني اخلي اللوحه كده باللون الابيض والاسود، وبعد كده ابتدي اشتغل فيها بالالوان. طب حابين اغير المزيكا اسمعوا حاجه تانية انا ما عنديش مانع. بس اعتقد الناس كلها بتحب عمر خيرت. عمر خيرت ده من الناس المبدعه الجميله اللي فعلا بيمتعنا وبنستمتع بيه جدا جدا جدا. ايه رأي حضراتكم؟ ده كده اهو بالموج
عايز اسال سؤال للناس اللي سواء على اللايف او هيشوفوا اللايف بعد كده. هو الرسم ده مساله او حضراتكم شايفين ان هو استحاله ان احنا نتعلم الرسم؟ انا بقول لا، انا ما زلت بقول احنا كلنا نقدر نرسم. علشان كده انا عملت مبادره يلا كلنا نرسم. عايز اقول لكم ان لو احنا كلنا رسمنا يعني احنا مودنا هيتغير، اسلوبنا في التعامل هيتغير، هنكون دايما في حاله نفسيه احسن بكتير. فيا ريت كل الناس اللي هتشوف البث المباشر بتاع النهارده نجهز كده، امسك قلم رصاص، امسك قلم الوان، قلم جاف، ورقه، الوان، اي نوع الوان بتحبها، وجرب كده وارسم. هتلاقي الموضوع ما هو صعب، الموضوع فعلا سهل. زي ما حضراتكم شايفين انا ابتديت في اللوحه وبمنتهى السهوله ابتديت اعمل الاوتلاين وابتديت اعمل الشكل. في النهايه طلعت شكل او لوحه اعتقد شكلها مقبول. يعني هو انا اقدر اللوحه دي اعلقها عندي في البيت؟ يا جماعه اقدر. اللوحه اهي رغم ان هي بالابيض والاسود لكن لوحه كامله متكامله. يلا نكمل كده مع بعض. هنحاول ان احنا نقرب شكل اللوحه باللون الابيض والاسود ونخليها لوحه شبه كامله علشان اهو. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا حطيت لما حطيت اللون بيشربه، هبتدي اعمل سمك لون اتقل شويه ولكن مش تقيل قوي اهو. برضو اهو لون تقريبا لون رمادي اهو. عملنا هنشتغل برضو في السما شويه اهو. لما انا عملت ميه اللون الميه طبعا شربت الخشب شرب ميه اللون. المره دي اهو ابتدى الموضوع بقى افضل، بتحط اللون بيظهر اهو على اللوحه. ايه راي حضراتكم؟ وانا عايز اقول انا شغال في اللوحه قدام حضراتكم بطريقه عشوائيه، يعني مش قاعد بقى بجهز في اللوحه او قاعد بعمل لا بطريقه عشوائيه علشان عايز اوصل لكل الناس الموضوع سهل. شغال برضو في اللوحه بدون قاعده، يعني انا كسرت القاعده وشغال علشان بسهل للناس وبقول لهم ان احنا نقدر كلنا نرسم بمنتهى السهوله ونقدر نعمل لوحه سهله وسريعه وبدون اي مجهود. اهو الناس دلوقتي هتيجي تقول لي انت المفروض كنت الاول عملت الارضيه وعملت السماء. ايوه المفروض كنت عملت كده، بس زي ما قلت لحضراتكم انا شغال بدون كسرت القاعده، شغال بطريقه عشوائيه. وخليني احكي لكم كده واقول لكم ان كل فنان ليه اسلوبه، وانا بحب اشتغل بالطريقه العشوائيه. يمكن هي دي مدرستي. والطلبه اللي هم بيدرسوا او بياخدوا ورش الرسم معايا دايما بعلمهم الطريقه العشوائيه طريقه سهله وممتعه. يعني انا عايز اقول لكم انا زي قدام حضراتكم يمكن شغال في اللوحه وانا بستمتع بيها. مفيش حاجه اسمها في ناس تقول لي انا ممكن اشتغل باللوحه وابوظها. مفيش حاجه اسمها لوحه ابوظها، بالعكس كل لوحه بشتغل فيها بتطلع ليها اسلوب وليها شكل معين. خلينا نرجع نقول لحضراتكم برضو تاني انا لسه اللوحه انا ما لونتهاش، انا شغال اوتلاين، شغال ابيض واسود. النهارده يعني محاضره النهارده او البث بتاع النهارده احنا هنعمل اللوحه هنجهزها بالشكل اللي زي حضراتكم ما شايفين، وبكره باذن الله في نفس الميعاد هنطلع بقى نبدا نلون في اللوحه ونشوف الشكل النهائي هيكون طالع ازاي. اعتقد ان شاء الله اللوحه دي هتطلع لوحه حلوه وهتعجب حضراتكم. خليني النهارده اقول لحضراتكم اكتر حد هيعمل بث للبث المباشر ده
او هيعمل تشيير للبث المباشر. اللوحه دي بعد ما تخلص هتكون هديه له. هقول تاني، اكتر حد هيعمل بث هيعمل يشير اللوحه اللي او البث اللي قدام حضراتكم، اللوحه اللي هنعملها النهارده هتكون هديه ليه مجانا، وهيجي يستلمها من المرسم عندي هنا في تجمع قدام الرحاب. الله عليك يا عمر خيرت، الله عليك، الله عليك يا عمر خيرت. سامعين الجمال والحلاوه في المزيكا؟ ما هو يا جماعه عايز اقول لكم الفن والمزيكا دول اجمل حاجه في الدنيا. وعمر خيرت ده فعلا من الناس المبدعه الجميله جدا جدا جدا، مديني احساس وانا برسم غير عادي جدا جدا جدا. سامعين؟ تيرارا تيرارا، ايه الحلاوه دي؟ الناس اللي ما تعرفش كمان ان انا بحب المزيكا جدا، وبحب اعزف على الاورج والبيانو. اكيد يعني في ناس من حضراتكم طبعا سمعتوني قبل كده. يمكن انا حاليا دلوقتي الفن واخد او الرسم واخد كل وقتي. الرسم ده فعلا من الاشياء الممتعه. زي ما قلت لكم انا شغال دلوقتي اهو بطريقه عشوائيه، مش طريقه اكاديميه ولا طريقه منظمه لا، طريقه عشوائيه. انا بحب العشوائيه في الرسم، وطبعا انا بنتمي للدكاتره اللي علموني الفن بكل او الرسم بكل الحب والتقدير. عايز انتهز الفرصه واشكر الدكتور مراد درويش استاذي، حد فعلا من الناس المحترمه جدا، الفنان العبقري. انا من وجهه نظري الدكتور مراد درويش ده من الفنانين القليلين جدا فعلا العباقره، عبقري في الزمن اللي احنا فيه. و اسمحوا لي كده يعني اقدم له الشكر، جزيل الشكر، لانه هو فعلا من الفنانين كمان اللي بيعمل في صمت تام انسان متواضع، رغم ان هو من الفنانين القليلين جدا جدا عندنا هنا في مصر. ايه راي حضراتكم؟ اللوحه ابتدت تظهر ولا ايه راي حضراتكم؟ زي ما حضراتكم شايفين انا شغال بفرشه كبيره اهي، وما خفتش بعمل بيها كل التأثيرات. انا برضو خليني اقول ان انا من ساعة لما ابتديت اللوحة وانا ما غيرتش فرش كتير، يعني شغال بفرشتين، فرشة كبيرة وفرشة صغيرة. عملت لما احتجت الفرشة الصغيرة اشتغلت بيها، لما احتجت الفرشة الكبيرة اشتغلت بيها. حتى يقول لي هتخلص امتى اللوحه؟ انا فعلا مش عارف. اللوحه انا ابتديت زي ما حضراتكم شايفين اهو وبرجع عليها وببتدي احط سمك لون، وببتدي اظهر التفاصيل بسمك اللون. وخلينا نقول لحضراتكم ان انا كل ده لسه شغال على الاوتلاين، انا لسه ما لونتش، لسه ما لونتش. وادي الجل بتاع اللي حضراتكم شايفينه اهو ماشي اهو. ايه رأي حضراتكم؟ يعني انا اتمنى اكون اسعدت حضراتكم النهارده باوتلاين للوحه. زي ما قلت لحضراتكم انا ما خلصتش لسه اللوحه انا شغال فيها ابيض واسود زي ما حضراتكم شفتوا. يا ريت بعد اذنكم كل اللي يشوف بس النهارده يشيروا. انا محتاج كلنا نرسم النهارده كده. انا خلصت بس النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين النهارده انا جهزت اللوحه باللون الابيض والاسود.
ان شاء الله بكره هكون مع حضراتكم، وهنبتدي نلون نفس اللوحه ونخلصها بكره باذن الله في بث مباشر. وانا سعدت بحضراتكم جدا جدا جدا. ان شاء الله بكره هكون في بث مباشر الساعه 7 مساء في نفس الميعاد. اشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي اشرف شنقي.